واجهة كالر او اس من شركة اوبو معروفة واجهة جبارة جدا في السوفت وير بتاعها. وانا جايب لكم النهاردة ميزات حصرية لشركة اوبو فقط، مش هتلاقيها على اي موبايل تاني غير بتطبيقات وميزات وحركات وتركات في شركة اوبو. تعال ما نشوفها مع بعض. هنضغط على اعدادات، ومن الاعدادات هتلاقي عندك حاجة اسمها ميزات خاصة، هتضغط عليها بالشكل ده. واول حاجة فيها اسمها تقسيم الشاشة. تقسيم الشاشة ده عبارة عن ان انت هتشغل شاشتين في شاشة واحدة، وهتستخدمها في ايه؟ تعال ما نشوفها مع بعض. هنفتح وليكن اليوتيوب بالشكل اللي قدامك ده، وهسحب بالثلاث صوابع لفوق. اترفعت معايا اليوتيوب في الشريط اللي فوق اللي هو شريط الحالة. وبعد كده هفتح التيك توك بالشكل اللي قدامك ده كده. الاتنين اتفتحوا معايا بالشكل اللي قدامك ده. ودي هتستخدمها في ايه؟ لو بتسمع شرح وحابب تنفذه على اي حاجة تحت او فوق، زي ما حضرتك تحب، تحت او فوق. المهم ان الشاشتين هيشتغلوا معاك في نفس الوقت. لو بتسمع شرح وبتكتب نودز، تعمل اي حاجة، يبقى انت كده وفرت على نفسك الوقت. وتعالى ندخل على الميزة اللي بعدها. والميزة اللي بعدها النافذة المرنة، بتلاقيها في الإعدادات، بتسحب من تحت كده زي الآيفون، بيفتح لك درج التطبيقات. وفيها ميزة تانية، لو حابب تخفي الأزرار اللي تحت، لو حابب تعمل النافذة السريعة تفتح لك التطبيقات بشكل أسرع، بتعملها. ودي حاجة حصرية لشركة أوبو زي ما قلنا قبل كده. وفوق عندك الشرح، هو عامل لك شرح تلقائي لو معرفتش توصل لحاجة أو معرفتش تنفذ الشرح اللي احنا بنتكلم. والميزة اللي بعد كده اللي هي العودة السريعة، اللي كانت بتشتغل على تطبيقات ألعاب معينة أو تطبيقات معينة. بتسحب التطبيق، بيتحول معاك في مربع صغير كده بيظهر معاك على الشاشة. ودي حاجة سريعة كده لو حابب تطلع من أي لعبة أنت بتلعب بيها وحابب تستخدم الموبايل. والميزة اللي بعد كده اللي هي الوصول السريع من خلال بصمة صباعك بس. ممكن ترشح تطبيقات، وزي ما حضرتك شايف ممكن تضيف تطبيقات أو تعمل مهام معينة لبصمة صباعك، من خلال ان انت تضغط ضغطة مطولة على بصمة صباعك كده على الشاشة، زي ما هشرح لحضراتكم دلوقتي كده. مجرد ان انت بتضغط ضغطة طويلة هتقفل الموبايل بالشكل اللي قدامك ده كده، وهتضغط ضغطة طويلة وجاب لي الخمس تطبيقات اللي انا مرشحهم يفتحوا لي. وانا وليكن اختار الاعدادات، هيفتح معايا الاعدادات بالشكل ده. ودي هي دي ميزة الوصول السريع اللي حصرية لشركة اوبو. وتعالى نكمل مع بعض. وميزة الشريط الجانبي بقى اللي في اوبو وحصرية لشركة اوبو، ميزة الشريط الجانبي دي عايزة فيديو لوحده نحكي فيها وعن مميزاتها وازاي نستخدمها، وازاي بتسهل معاك الاستخدام. وليها حاجات كتير جدا جدا جدا. الشريط الجانبي ده ليه مميزات كتيرة جدا، ممكن يسهل عليك استخدام الموبايل. وفي مساحة الملفات المخفية، الشريط الجانبي ده حكاية على اوبو. وبعد كده عندنا الميزة التانية وهي الإيماءات والحركات، ودي حاجات حصرية لشركة أوبو. إيماءات الشاشة المغلقة دي كده بالشكل اللي قدامك ده كده، هتضغط مرتين على الشاشة هتوقف الموبايل، وهتضغط مرتين هتفتح الموبايل بالشكل اللي قدامك ده كده. ضغطتين هقفل الموبايل، وضغطتين هقفل الموبايل بالشكل اللي قدامك ده كده. وبعد كده عندك الخاصية التانية في الإيماءات والحركات، اللي هي هنرسم حرف الاو بالشكل اللي قدامك ده كده. هنطفي الجهاز وهنرسم حرف الاو، الكاميرا هتشتغل معاك بدون ما تفتح الجهاز. وبعد كده في حروف كتير قدامك، عندك حرف الفي بالشكل اللي قدامك ده كده، بس لازم الجهاز يكون مطفي. حرف الفي هيشغل لك الفلاش، وهتضغط حرف الفي تاني هيطفي الفلاش. وبالشكل ده كده يبقى انت بتستخدم الموبايل وهو مقفول. لكن التطبيقات دي او الميزة دي، انا لو هرشحها لك تعملها لأفضل تطبيقات أو أكتر تطبيقات بتستخدمها. وعندك الثلاث حروف اللي تحت دول، من خلالهم أنت تقدر تحدد أي إجراء هتاخده بالحرف اللي أوبو حطاه بالشكل ده. لكن الحروف اللي تحت مش من حق، مفيش إمكانية إن أنت تغير الحرف، لكن في إمكانية إن أنت تغير استخدام الحرف. فتح تطبيق أو اتصال أو إلغاء تأمين. لكن فتح التطبيق هتضغط عليه بالشكل ده كده، هيفتح لك كل التطبيقات. هتختار التطبيق اللي حضرتك تحبه. وزي ما انا قلت قبل كده، لو حابب، انا عن نفسي لو هرشح لك الخاصية دي ارشحها لك لاكتر تطبيقات بتستخدمها وتفعل عليها الخاصية دي. في خواص تانية كتير في نفس الواجهة اللي مفتوحة قدام حضراتكم، زي أزرار الصوت نستخدمها للكشاف، نزود بها إضاءة الكشاف، نقلل بها إضاءة الكشاف. وعندك الرد السريع، إن أنت ترفع الموبايل من جيبك ترفعه على ودانك بالشكل ده، هيفتح معاك المكالمة تلقائي. واقلب الهاتف لكتم الصوت، ده هتقلب الهاتف بالشكل ده، هيعمل الموبايل سايلنت لو هو بيرن في الوقت ده. عندك تحت الإيماءات والحركات حاجة اسمها لقطة الشاشة. لقطة الشاشة دي بدل ما تضغط على أزرار زرار الباور وخفض الصوت، كل اللي فيها هتسحب بالثلاث صوابع زي ما حضرتك شايف بالشكل اللي قدامك ده كده، هتاخد لقطة شاشة.
وبكده تكون انت وفرت او ما وفرتش، حافظت على زرار الباور وازرار الصوت من الضغط وانت بتاخد السكرين شوت. في ميزات تانية كتير عندكم في نفس الواجهة، لو حابين تفعلوها تفعلوها. عشان كده الفيديو بقى طويل، ولو وصلت لحد هنا متنساناش من الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار سيبهولنا في تعليق وان شاء الله هنجاوبك.